في يوم من الأيام اجتمع بعض الصحابة والتابعين في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر موجها سؤالا لهذا الجمع الكريم: أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة؟ فانبرى الصحابي المبارك أمين السر النبوي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال: أنا يا أمير المؤمنين أحفظه كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: هات إنك لجريء. ومما لا يخفى على شريف علمكم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحاديث الفتن، حتى أنه لقب بأمين السر النبوي. فلقد استأمن نبينا صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان على أسماء المنافقين، حتى أن الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله يوما وقال: أنشدك بالله يا حذيفة وأسألك بالله يا حذيفة، هل سماني رسول الله لك في المنافقين؟ فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لعمر بن الخطاب: لا، ولا أسمي أحدا بعدك. هنا وقفة سريعة يا دكتور حسام، ألا وهي هذا الحديث المبارك. قد استطاع الشيعة الروافض أن يقوموا بلي عنق هذا الحديث، واتهموا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان من المنافقين لمجرد أنه سأل حذيفة ابن اليمان: أسماني رسول الله لك في المنافقين أم لا؟ لماذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل والصحابة جميعا كانوا يسيئون الظن في أنفسهم، وكانوا لا يركنون أبدا إلى فضائل أعمالهم، حتى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول: والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله. فالصحابي المبارك لم يركن إلى فضائله، لم يركن إلى عظيم عمله، لم يركن إلى صحبته لسيدنا رسول الله، بل كان الصحابي فقيرا إلى رحمة الله وفضله وعفوه. وبسبب ذلك سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذيفة بن اليمان. معنى هذا الكلام أن عمر بن الخطاب رغم ما وصل إليه من مراتب الإيمان إلا أنه لا يأمن النفاق على نفسه. هذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث المبارك. لكن ما يروج له الشيعة الروافض أن عمر بن الخطاب كان من المنافقين وحاشاه رضي الله عنه، وبسبب ذلك خشي أن يكون رسول الله قد فضحه. فهذا من أعظم الأدلة على سوء النية وعلى خبث الطوية عند القوم، وإلا فقد زكى نبينا صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وأثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب في مواطن عديدة. أقول دكتور حسام، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين السر النبوي، كان سر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي المبارك، حتى أن الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال في حق هذا الصحابي المبارك: وكان حذيفة بن اليمان من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل والله بلغ من تحري عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمنافقين أن الفاروق رضي الله عنه كان لا يصلي على أي جنازة إلا إذا رأى حذيفة ابن اليمان يصلي عليها أولا رضي الله عنهم أجمعين. فهذا مجتمع تربى على الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى.